اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. في مرحلة كده الاهل بتبدأ بقى ايه تشتكي من ولادها ان هم قد ايه اتغيروا. بدأ الولد او البنت صوتهم يعلى، بدأ ان هم اما تقولي لهم على حاجة يبدأوا يتمردوا ويبقى ليهم رأيهم ويبقوا متمسكين جدا بالرأي دوت. كمان ممكن يكون بيعمل مشاكل مع اخواته في البيت، طول الوقت كده متوتر. بتحصل تغيرات كتير جدا. ممكن لو الاهل مش فاهمين ايه اللي بيحصل ده يتصرفوا غلط. المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها دي هي مرحلة المراهقة، ودي من اهم المراحل اللي ممكن يمر بيها ولادنا. ده اخطر سن. لو احنا معرفناش طبيعة المرحلة دي وايه المفروض احنا نعمله، الموضوع هيبقى صعب جدا. ممكن نخرج بيها بمشاكل واضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية هنجري بعد كده علشان نعالجها. طيب واحدة واحدة كده وبالراحة. لازم نعرف ان المرحلة دي ولادنا بيتغيروا بشكل كبير جدا، لان بيحصل تغيرات بيولوجية، سواء كانت مثلا نفسية او جسدية. بتحصل عليهم تغيرات بشكل كبير جدا. التغيرات دي بتخليهم طول الوقت متوترين، هم نفسهم ممكن تلاقيهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل لهم دول. بيبدأ بقى ولادنا في المرحلة دي يحسوا ان الاهل مش فاهمينهم. بيبدأوا يلجأوا لاصحابهم بره لان هم بيحسوا معاهم بالراحة النفسية اكتر. مجموعة بتشبه بعض، بيمروا بنفس المرحلة، فالموضوع هيبقى اسهل بالنسبة لهم. طب ده ممكن يعمل لي مشكلة كبيرة جدا لو انا مش مصاحبة ولادي، لو انا مش مفيش علاقة كويسة بيني وبينهم علشان اقدر احميهم من كل الحاجات اللي ممكن يستقبلوها من بره. ما هي مش كل حاجة هيستقبلوها هتبقى صح. لازم تكون مصدر معلوماتهم ولازم يكون مصدر ثقتهم احنا، علشان نمر المرحلة دي بسلام. انا ممكن ولادي يخرجوا من المرحلة دي عندهم مشاكل واضطرابات نفسية وسلوكية. طب نتجنب ده كله. لازم الاهل يبقوا عارفين ان المرحلة دي من كتر ما هي مهمة، في واحد من العلماء او احدى العلماء قال ان هي ميلاد جديد. يعني ايه ميلاد جديد؟ يعني بيحصل فيها تغير كبير جدا. طب هل التغير ده معناه ان المرحلة دي منفصلة عن المراحل اللي قبلها؟ يا خلاص بقى ولادنا بيستقلوا وما بيبقاش فيه اي علاقة بمرحلة الطفولة اللي قبل كده؟ لا طبعا. اه بيبقى فيه استقلال، والمرحلة دي بتحسيها كده ليها الخصائص بتاعتها المنفردة. بس ده مش معناه ان فيه استقلالية. ليه؟ لان النمو عملية متصلة مستمرة، يعني هي مرتبطة ببعض، كل خطوة بتوصل على التانية. انا علشان اوصل لمرحلة المراهقة واعديها بسلام، فانا لازم اكون عندي اساس كده كويس ومتين انا بنيته في مرحلة الطفولة. ادي بقى حب في مرحلة الطفولة على قد ما اقدر. السر بقى قبل ما ابدا اتكلم عن مرحلة المراهقة اكتر، السر في مرحلة المراهقة هو التقدير والاحترام. كده احنا بنقدرهم بنحترمهم بنسمعهم كويس، احنا كده معانا مفتاح المرحلة دي. بالاضافة طبعا ان احنا لازم نكون اصحابهم. لازم نتعامل بحكمة ونكون هادين جدا، بلاش العصبية، بلاش النقد، بلاش اللوم. طول ما انتي قاعدة لو قعدتي تنتقدي وتلومي وتتعصبي عليهم، فورا هيجروا يهربوا منك ويجروا يروحوا لمكان تاني. طبعا احنا مش عايزينه في الفترة دي، لان احنا عارفين قد ايه في الفترة دي بيبقى في مشاكل كتير جدا، ممكن يروح على مشكلة كبيرة انتي مش هتعرفي تحليها. فليه من الاول ما نبنيش علاقة قوية؟ لازم نبقى عارفين ان في المرحلة دي التغيرات اللي بتحصل لهم ممكن تخلي بقى ايه. نسمع كده بقى وبنركز في الحاجات دي عشان احنا هنلاقيها في ولادنا. في عندي ممكن ولادنا هتبص تلاقي جزء منهم منفتح جدا، عايز يتمرد ويغامر ويروح يجرب شمال ويمين. هوب فجأة تصحي الصبح تلاقيه ضارب شعره اصفر وعامل معرفش حاجات كيرلي كده في شعره، ويقولك اصل انا بجدد. تيجي بقى البنت تمسك الموضة بتاعت الاشربات او اللبس، او مثلا الموضة بتاعت الشعر، تفضل طول النهار تسرح شعرها شمال ويمين، او تلبس الطرحة كده او تلفها كده. عايزين يبدأوا ان هم يعني يجربوا حاجات جديدة، مش عايزين يستقروا على الحاجة اللي هم فيها. يا اما بيهتموا بنفسهم وبمظهرهم جدا، تبص تلاقي بقى خلاص ده ايه ده انا نزلت، مركزين قوي مع نفسهم. انا نزلت الدرس المره اللي فاتت بالطقم ده، لا ما ينفعش اصحابي يشوفوني بيه تاني. لا التسريحه كده مش مظبوطه، ويبدا يلف بقى البيت، هي شعري مظبوط؟ طب وشي كده في حاجه. هتبص تلاقي الموضوع دوت في ولاد كتير جدا. طبعا انا بتكلم على الولاد والبنات، انا بتكلم على المرحله دي بشكل عام. طب
ممكن يحصل النقيض، عشان هتيجي مثلا اب او ام يقولك ايه، ازاي ده انا ابني كده طول الوقت منطوي وطول الوقت في حاله. عادي، ما هو يا اما بيبقى على طول منفتح كده على الدنيا، يا اما بيبقى منطوي بيقعد كده بيحب يفكر ويتأمل مع نفسه. بس لازم ناخد بالنا كويس جدا في الفترة دي من حاجة مهمة. لو انا ابني طبيعته مش منطوي، طبيعته ان هو اجتماعي، بيحب يتكلم كتير، بيحب يكون صداقات، وفجأة لقيته انطوى في المرحلة دي او ايا كانت في اي مرحله، فانا لازم اركز واشوف ايه السبب اللي خلاه يبقى في حاله او في حالها، او ايه السبب اللي خلاهم ياخدوا جنب كده. ممكن يكونوا اتعرضوا للتنمر، ممكن يكونوا اتعرضوا لموقف كبير، ومش مش يعني خايفين ان هم يحكوا معاكم. انتوا مش مدينهم الفرصة ولا الثقة، عارفين ان هم لو راحوا هيبدأوا بقى ايه، يتشتموا، هتبدأ يسمع بقى عتاب ولوم، فيقولك لا انا اوفر على نفسي كل الكلام دوت، واخد نفسي اقعد على جنب. هتلاقي بقى كل الحاجات اللي كان بيتقالك فيها حاضر وطيب ونعم ما بقتش موجودة. لا طب ليه؟ طب اعمل انا كده، اعمل كده ليه؟ طب لا فهميني، طب اقنعيني، لا ده انا عندي رأي تاني. ويبدأ يتمسك برأيه يعني وخلاص هو مصمم على الرأي ده. بصعوبة جدا لما تقدري تقنعيه ان هو يغير رأيه. ولادنا في مرحلة المراهقة بيبقوا محتاجين ان احنا طول الوقت نركز معاهم ومع تصرفاتهم من بعيد، نوجههم بشكل غير مباشر. ما ينفعش ان انا اديله نصيحة كده او اقول له تعالى واروح ايه مديله انت لازم تعمل كذا واحد اتنين تلاتة. لا ما ينفعش الكلام ده. كمان في مرحلة المراهقة هتبص تلاقي ابني او بنتي الدراسة بدأت تختلف معاه. انا كان ولادي شاطرين وبيجيبوا درجات كويسة جدا وبيقفلوا هتلاقي الكلام ده بدأ ان هو يتراجع في المرحلة دي. دايما هتلاقي الفترة اللي هي من ابتدائي لاعدادي، مرحلة أولى إعدادي ديت صدمة، اللي هو الأرقام اللي بنشوفها أو مثلا ولي الأمر بيشوفها بيتصدم، لا مش ممكن، ده مش مستوى ابني. لازم نراعي التغيرات اللي بتحصل جواهم، والهرمونات اللي بتتغير بشكل كبير جدا. والنمو بقى في الفترة دي بيحصل له طفرة كبيرة جدا، يعني هو بيفضل ماشي كده مستويات لحد ما يجي عند مرحلة المراهقة هيحصل قفزة بقى كبيرة. تغير يبدأ بقى الولد يطلع له شنب بقى خفيف ودقنه كده اللي هو بنقعد نقول له ايه ده ونقعد نتريق عليه. لا يا جماعة بلاش، اللي هو ايه الشنب اعدادي المعفن ده، الجملة المشهورة يعني عندنا. ما ينفعش ان احنا نقعد ننتقد التغيرات اللي بتحصل، والبنت بيحصل لها برضو تغيرات جسمانية، فبيبقوا هم اصلا مرتبكين، ايه ده انا شكلي اتغير، ملامحي اتغيرت، في حاجات كتير كده جدت عليا. بيبقوا مش فاهمين ومتوترين، فما ينفعش ان احنا نبوظ الدنيا اكتر. لا ده احنا ندعمهم ونفهمهم ان ديت تغيرات مثلا بتطرق عليهم بسبب كذا وكذا وكذا، يعني نبدأ بقى كده نفهم بالتدريج. علشان كده بنقول احنا لازم في الفترة دي نلعب دور الاصحاب اكتر من دور الاب والام. الموضوع دوت هينفع بشكل كبير جدا. طب ولادنا بقى اللي خدوا حب وحنان وبنينا في يعني علاقة ثقة قوية بيننا وبينهم في مرحلة الطفولة، ده هيعمل كده عامل زي ايه، زي ما تكوني مدية لولادك درع كده يحموا نفسهم بيه. ده بيبقى الدرع الحصين اللي انت بتديهولهم علشان يبدأوا يحموا نفسهم بيه في المرحلة دي، تبقي على الأقل مطمنة ان المشاكل اللي هتجيلك من المرحلة دي مش مشاكل قوية. طب انا في مرحلة المراهقة دي لازم اتعامل مع ولادي ازاي؟ زي ما قلت مفتاح التعامل في المرحلة دي هي التقدير والاحترام، اقدرهم واحترمهم. ابدا ان انا اخد رايهم في، يعني عندي مثلا مشكله او حاجه، عارفه ان انا الراي اللي هاخد بيه مش هيأثر قوي بشكل قوي، حتى لو هو ادهوني مثلا راي مش مظبوط او ما ينفعش المشكله. فانا لازم اختار المشاكل اللي انا هتكلم معاهم فيها. يا سلام بقى لو هو او هي بداتي تتكلمي مع اولادك وتقولي لهم على المشكله وادوكي راي وبداتي انت تنفذيه، الموضوع هيفرق معاهم جدا. كمان لما نيجي نتكلم على اي حاجه في البيت لازم نشركهم، نحسسهم ان هم فعالين، ان هم مهمين.
الحب مش بيقتصر بس على مرحلة الطفولة زي ما ناس كتير فاكرة. لا، انا لازم اوصل لهم طول الوقت ان انا بحبهم حب غير مشروط. الحب الغير مشروط دوت لازم يبقى موجود معايا في كل المراحل. انا مش بحبك عشان انت درجاتك كويسة، ولو جبت درجات وحشة فانا خلاص هبطل احبك. وخصوصا البنات، انا بتك على النقطة دي كويس جدا، لان البنات بطبعهم عاطفي، فبلاش يعني ان احنا نخليهم يدوروا على الحب ده بره. وخصوصا انتوا عارفين المرحلة دي بتبقى مرحلة حساسة، بلاش لما يسمعوا كلمة حلوة يجروا وراها على طول. لازم نعمل لهم اشباع عاطفي. طيب انا لازم كمان اركز قوي مع الطفل، مع سوري مع مع ولادي المراهقين، في ايه، في ان انا يعني بلاش حتة بقى فرض الأوامر طول الوقت. انت لازم تعمل ولازم تسوي، هتلاقيه هيتمرد عليكي بشكل أكبر. وجهي كده من بعيد لبعيد، اسمعي كويس قوي. طول الوقت لو المراهق محسش ان هو مهم، محسش ان هو ليه رأي، محسش ان هو ليه شخصيته المستقلة، هيبقى عامل زي البركان اللي ممكن ينفجر. التجاهل مهم جدا في المرحلة دي. هتلاقي تصرفات كتير جدا مش عاجباكي، تصرفات كتير جدا هتبدأ توترك وتقلقك، فيبقى ليكي رد فعل عنيف. لا، لازم اتصرف كده بهدوء وبحكمة. المرحلة دي محتاجة الهدوء والحكمة كويس جدا علشان نقدر نمر منها بسلام. قدرنا ان احنا يعني نمر من المرحلة دي بسلام لو احنا بنينا الاساس صح. وكمان لازم يبقى فيه ثقة. الثقة دي زي ما انا قلت بتتبني في المراحل اللي قبل كده، هتنفعنا كويس جدا في المرحلة دي. لما المراهق يجي يقولك سر، والموضوع دوت انا بقول ان هو مش بينطبق على المراهقة بس، الموضوع ده كمان بينطبق على مرحلة الطفولة، بس مهم قوي علشان احنا محتاجين الثقة في المرحلة دي. يجي يقولك سر، فبلاش تروحي تقوليه لحد، بلاش تعملي كده زي نشرة الاخبار وفجأة يعني يتفاجئ كده ان فلان عارف وفلان عارف. خلاص انت كده فقدتي الثقة. ده لو ايه حصل مش هيجي يتكلم معاكي تاني ومش هيقولك على سر تاني. فنركز كده في التعامل مع اولادنا، لان احنا مرحلة المراهقة دي بيبقى فيها اكتر من نوع. ممكن يبقى مراهق عدواني، ده هيأذي نفسه هيأذي اللي حواليه، واحنا بنبقى يعني احنا اللي طلعنا المراهق العدواني ده نتيجة تصرفاتنا ونتيجة العدوانية اللي احنا بنتعامل بيها معاه. ممكن يكون مراهق منطوي، هو بيحب يتأمل ويفكر، خلاص لو دي طبيعته مفيش مشاكل، سيبيه يتأمل ويفكر ويقعد مع نفسه. خلاص عادي الموضوع جدا لو تأكدتي ان ده مش وراه مشكلة او تنمر اتعرض له او اي حاجة مأثرة عليه بشكل نفسي. او ممكن تكون مراهقة عادية سوية جدا، اللي هي بيحصل فيها شوية مشاكل بسيطة. وكل ده في الاول وفي الاخر زي ما بقول بيرجع لنا احنا، طريقتنا وطريقة تعاملنا مع ولادنا هي اللي هتفرق في المرحلة دي. ربنا يحفظ ولادنا جميعا، ويا رب اكون فدتكم، ويا ريت نشير الفيديو علشان الكل يستفيد.